السلام عليكم ورحمة الله، وياكم أحمد الربيعي. شبابكم موضوع دائما أريد أتكلم به وأنساه، فقلت اليوم بما أنه ذكرته خليني أصوره وأسجله. طبعا بالبداية كلكم أخوتي وكلكم إعزاز علي، ولو ما أحب الخير لكم لا أسجل ولا أحكي ولا أنصح. شباب، بالنسبة للناس اللي متخرجة من الجامعات، وبالنسبة للناس أيضا اللي ما عندها شهايد وقاعد تدور على وظائف، وكلها قاعد تدور على تعيينات بالدولة. طبعا وهذا مو الحل الأنسب، لأن القطاع الخاص بشكل عام حتى الشركات، الدولة سوت شيء اسمه ضمان اجتماعي. خاف انتم ما سامعين به، اكو ناس سامعين به بس ما عندها يعني معلومات عنه. الضمان الاجتماعي اللي هو حال التقاعد، يعني يقصون جزء من راتبك، ولما يكون عمرك يوصل سن التقاعد راح تحصل على تقاعد مباشرة، حالك حال موظف الدولة. الشيء الأحسن أنه أنت راتبك راح يكون أعلى من موظف الدولة بشكل عام، لأن القطاع الخاص تعرف حسب أنت خبرتك وحسب الشيء اللي المنصب اللي تستلمه، وأيضا لك تأمين صحي. كل هاي الميزات موجودة بالضمان الاجتماعي. فلا تظل أنت دائما أنا أريد أتعين، بس أريد أتعين، لازم أتعين، يصير عمرك 40 سنة 42 سنة أنت نايم بالبيت والله أنا ما محصل تعيين. هذا مو شيء منطقي، ولا أنت يعني أنت قاعد تزعل وتزعل بس على نفسك، ما حد يحس بيك. ماكو شيء اسمه. طبعا هاي يعني بالوطن العربي كل هذا الموضوع، انه الشاب لما يكمل دراسته يفكر انه هو خلص مباشرة راح يروح يتعين. ماكو هذا الموضوع. هذا الموضوع قليل جدا، يحتاج له بنفس الوقت انه تكون الامور طبيعية، ويحتاج له شوية حظ، ويحتاج له شوية مثل ما نقول دفعة حتى يتم هذا الموضوع. فأنا أحثكم على القطاع الخاص بشكل عام، يعني لا تظلون أنتم تقريبا عاجزين بس تنتظرون تعيين. هذه شغلة. الشغلة الثانية المهمة والأهم اللي أصلا دا أسجل على مودها، شباب، بالنسبة للخريجين أرجع وأقول بالنسبة للخريجين والناس اللي ما عندها شهادة، أترجاكم تطورون نفسكم. يعني أنت اليوم لما تروح تفوت جامعة، تفوت كلية في فلان قسم فلان معين، مهندس حاسبات، أو أنت فايت إدارة واقتصاد أو إلى آخره، أو تربية، أي شيء مثل هذا. لا تظل أنت بعد التخرج بس تدور تعيين وتروح مباشرة على شركة قطاع خاص تقول والله ما قبلوا بي ما شغلوني. أنت قاعد تروح بدون أي خبرة، دا تروح بدون أي خبرة. لما تتخرج أنت، هذا موضوع ترى مو عيب، هو يعني لازم أنت تسوي بحياتك. لما تتخرج من قسم معين، الشركات القطاع الخاص بشكل عام طبعا تدفع رواتب أفضل، هذا الشيء أغلب الناس متفقة عليه. أنت طور نفسك. يعني أنت اليوم خلصت هندسة حاسبات، أنت اليوم تعلمت اللي تعلمته بالكلية، انساه. مجرد أنت حاليا عندك أنت مهندس حاسبات، أنت بوجهك لازم تروح تسوي لك دورة ما تكلف لها $100 150 ألف، يعني بهاي الأسعار يعلمك أنت مثلا شلون تسوي صيانة كمبيوترات حاسبات. تدفع لك 100 ألف تتعلم دورة مال أوفيس اللي هو مثلا أكسل وورد، تمام. تدفع لك 150 ألف تتعلم لغة إنجليزية، وهذه الدورات قصيرة ومجدية وممتازة. يعني مجرد أنت تفوت كل هالدورة ما تطول شهر، أحسن ما تروح تصرف فلوسك تقضيها دومنة وأراجيل وهذا وشدات بوبجي وهاي الأمور التعبانة كلها اللي لا تضرك ولا تنفعك. لا والله بس تضرك ما تنفعك بأي شيء. طور نفسك مو عيب. يعني حلو الإنسان لما يكون مبدع وكل شوي يفوت دورة، كل شوي يدخل. أنا دخلت أشكال دورات، فلازم الإنسان يطور نفسه. مو تقول أنا والله خريج لازم أروح والله ألبس سترة حلوة وأروح لفلان شركة لازم تقبل بي. هذا كلام مو مقبول. تجي أنت يسوي لك اختبار، موظف بسيط قاعد يجوز حتى أصلا يعني عنده خبرة ما عنده شهادة، راح يقعد يختبرك، راح يخليك بموقف محرج. راح تكون أنت ما تعرف للوورد، ما تعرف للأكسل، والله ما أعرف، والله ما علموني. عيب هذا الموضوع أساسا. أنت تقدر تتعلمه. أنت هسه اليوم روح سجل بمعهد، حتى لو بعدك ما بتخرج، حتى لو ما عندك شهادة، أروح أطور نفسي، أسجل دورة. كل هاي المعاهد هاي ما تكلف لها 150 ألف 125، وقاعد تطلع قدامكم بالانستغرام. احنا ما شاء الله من الصبح لليل انستغرام وفيسبوك نتصفح، حتى تيك توك. تعلم لا تظل عاجز قاعد بالبيت. بعدين تروح تشتغل لك بمطعم 12 ساعة ينطوك 25 ألف باليوم اللي هي $20. انت هسه شاب عندك طاقة، بعد يومين تكتشف في صار عمرك 40 45 سنة انت تعبان، انت لا متعين ولا انت قاعد ولا صاير عندك فلوس ولا مطور نفسك.
دائما انت شاب ولو كنت تعمل بمخبز، روح سوي لك دوره مال كمبيوتر، سوي لك دوره مال انجليزي. لا تقول ما اعرف، لا تقول ما علموني، عيب. هذا الموضوع انساه شيله على صفحه. هذا موضوع مال الناس عاجزه. انت بعدك شاب، روح سوي دورات، تتعلم، حتى لما تقدم لك على وظيفه، تقدم لك على شركه، تجي تعرف انا خريج قسم فلان، شنو تعرف تستخدم مهاراتك. سي في، لا تسوي سي في وهمي، سي في اللي وسيره ذاتيه. خلينا اوضح اكو ناس ما تعرف. السي في تروح ابو مكتب يسوي لك اياه، شنو والله اللغه الانجليزيه متوسطه، وبالنسبه لاستخدام الكمبيوتر متوسط، كله يخليه متوسط. لما تجي يختبروك بالشركه تطلع انت صفر، انت سببت احراج لنفسك وكسره. والدليل لما تطلع من هاي الشركه وما يشغلوك ويسوي لك اختبار، بعد يصير عندك رد فعل، بعد تخاف تروح الشركه ثانيه، هم تتفشل. فانت ليش ما تدخل دوره صحيحه بهال 150 الف، هاي المبلغ البسيط، تدخل تطور نفسك، تروح بكل ثقه. انا اعرف هاي البرامج، اقعد اشتغل، يختبروك، اوكي انت مقبول. انت اليوم صرت موظف، حالك حال الموظف اللي بقطاع الدوله مثل ما يقول. القطاع الخاص ممتاز، ارجع واقول، سمعوا بدايه الفيديو قلت بضمان صحي وبضمان اجتماعي وبتقاعد وكل هاي. تقدرون لاي مكان، انت وين ساكن باي محافظه، توجه لدائره الضمان واستفسر عن هالموضوع، تلقى الشركات الخاصه كلها مسجله بالضمان، وانت ينحسب لك تقاعد، وهاي خدمه. فطوروا نفسكم وراجعوا نفسكم، احسن ما يوميا قاعدين يعني تضيعون وقت وسنوات بالانتظار. والله انتظر الدوله تسوي تعيينات، والله هاي السنه ما صارت تعيينات، انتظر على بعد سنتين، والله ما بتزوج، ما عندي فلوس. عيب هذا الموضوع. انت اشتغل، اطلع. يعني ما اتكلم بس انا شباب، حتى البنات نفس الحاله. كل اسم حاطي على انستغرام انه هي مبرمجه، وانه هي مخلصه اداره اعمال، وانه هي مخلصه فد اسامي تخوف، فد مسميات يعني بالكليات تخوف. تجي الواقع تختبر يطلعون صفر. ليش؟ هذا الخلل بيك انت. انا دا اتكلم بدون تعاطف، لان انا سبق وقلت لكم انا دا انصحكم، انا اخوكم اعتبروني. فرجاء طوروا نفسكم، ولا تعتمدون انه تحصل تعيين وهاي الامور. ومن اليوم ابدي بنفسك، غير باكر، روح سجل دورات، سجل دوره لغه انجليزيه، مو عيب، لا تستحي من الموضوع. لو كنت انت خريج، لو كنت ما يعني، انا اليوم من يجي واحد مخلص ماجستير اقعد على الكمبيوتر، تعال استخدم لي في برنامج، والله ما اعرف. يجيني واحد ما مخلص اي دراسه، بس يعرف بالفوتوشوب، يعرف بالمجموعه الاوفيس اللي هي الاكسل مثلا وورد، يعرف بين، لا والله يشغل هذا، لان هذا يفيدني بالشغل. انا ما تفيدني شهاده مقعده بدون خبره. فانا اتكلم عن هذا الموضوع، وكلكم اخوتي، واسف على طاله. اهلا وسهلا بالجميع.